عندك احساس بالتنميل والكهرباء والشكشكه والالم والسخونيه في باطن رجلك، وكمان ماسك كده من عند كعبك من جوه المنطقه دي كده الم وشكشكه وكهرباء بيزيد مع الحركه اكتر او مع التحميل اكتر. يعني لما تقف شويه هتلاقيه زاد، لما تمشي شويه هتلاقيه زاد، لما تطلع سلالم او تنزل من سلالم هتلاقيه زاد. ولكن لما تستريح مثلا تكون قاعد او نايم هتلاقي ان الالم بيقل. وطبعا انت عملت تمارين كتيره جدا وشفت دكاتره كتيره جدا وتعالجت على اساس ان هو التهاب اللفافه الحمصيه او مسمار القدم او الشوكه العظميه او حتى التهاب وتر اكيلس، ومع ذلك لسه الالم مستمر عندك. وده ببساطه جدا لان المشكله مش حاجه من الحاجات اللي انا قلت لك عليها ديت، وهي حاجه تانية، وهي اللي نعرف لها في فيديو النهارده ان شاء الله، ونتعلم لها تمارين بسيطه جدا هتساعدك ان انت تتخلص من الالم بقى والتنميل والكهرباء وكل المشاكل اللي بتجيلك في مشط رجلك ان شاء الله. بس في الاول كده خلينا نقول هي ايه المشكله ديت. والمشكله ديت ببساطه جدا هي عباره عن ان في عصب ماشي كده من هنا من قناه هنا، العصب دوت بيدي للاعصاب بتاعت باطن رجليك الاحساس بتاعها. فلما بيحصل ان هو يتضغط عليه بيحصل بقى ان هو بيسبب المشاكل كلها اللي انت بتحس بيها دي. ببساطه جدا دول كده من باطن كده رجلك من جوه، من عند كعب رجلك كده من جوه في عظمتين اهم، العظمه دي كده والعظمه بتاع كعب رجلك. ماشي في القناه ديت العصب دوت ومعاه اوتار واورده وحاجات تانية، ومحاط بغشاء كده من بره عشان خاطر يحافظ عليهم. اللي بيحصل بقى ان الاسباب كتيره، منها مثلا الفلات فوت، منها السكر، منها مثلا التحميل الزياده، بيحصل ان العصب دوت يحصل عليه ضغط، فبالتالي بقى بيسبب لك كل المشاكل والالام اللي انت بتحس بيها ديت. فيلا بقى بينا نعمل تمارين نعالج لك المشكله الحقيقيه. بس قبل ما نعمل التمارين خلينا نعرف ونتاكد هل فعلا هي ديت المشكله اللي عندك ولا لا. وببساطه جدا اول حاجه هتعملها ان انت هتيجي عند المنطقه دي كده ما بين كعب رجلك وما بين البروز العظم دوت، وتجيب صباعك وتفضل تخبط في المنطقه دي كده، تفضل تخبط. لو لقيت ان الاعراض عندك زادت في رجلك دوت كده اول علامه معانا. تاني واخر علامه معانا ان انت تبتدي تاخد مشط رجلك عليك وتاخده لبره كده وتقوم شده كده، مشط رجلك عليك ولبره كده. لو لقيت برضو ان الاعراض عندك زادت انت بتثبت كده شويه مثلا 15 ثانيه. لو لقيت ان الاعراض عندك زادت ديت تاني علامه معانا، وكده انت فعلا عندك المشكله ديت. يلا بقى بينا نحلها. واول تمرين معانا هو مساج. هنعمل مساج للمنطقه ديت اللي هي فيها اللفافه اللي احنا قلنا محاوطه العصب. ببساطه جدا هتجيب صباعينك الاثنين كده وتبتدي ان انت تضغط وتحركهم كده، تضغط وتحركهم كده اهو، تضغط ما بين كعب رجلك وما بين البروز العظمي دوت. بتجيب صباعينك الاثنين كده اهو وتفضل تضغط كده وتحرك كده، تضغط كده وتحرك كده، تضغط كده وتحرك كده، وهكذا تفضل طالع نازل. ضغط بسيط، ضغط ما يسببش الم، ولكن في نفس الوقت انت ضاغط. وتفضل تعمل الحكايه ديت لمده دقيقتين. خلصت دوت نيجي بقى على التمرين الثاني معانا. وهتبتدي ان انت تيجي على طرف مثلا كنبه، طرف سرير، بحيث ان تكون رجليك بره السرير كده وكعب رجلك بره السرير. وتبتدي ان انت ببساطه جدا تاخد مشط رجلك عليك على الاخر وتوديه كده على الاخر. تاخد مشط رجلك عليك على الاخر وتوديه على الاخر، وهكذا. تاخد مشط رجلك عليك وتوديه، ما تعملش بسرعه، لا تاخده على الاخر جدا وتجيبه على الاخر جدا، وهكذا. تعمل الحكايه دي 20 مره. خلصت كده هنعمل بقى ان انت تاخد مشط رجلك عليك لبره ولجوه، لجوه والبره، لجوه والبره، برضه بالراحه، احنا مش مستعجلين. لجوه والبره، لجوه والبره. ده بيعمل اكتف ستريتش للانسجه اللي حوالين كعب رجليك، فبيفك الدنيا. فاهو لجوه والبره، لجوه والبره دي كده يعتبر واحد. تعملها برضو 20 مره. ودي كده كان تاني حاجه معانا. تالت حاجه معانا هو ستريتش لعضله السمانه. وببساطه جدا هنستعين بفوطه، بقماشه، باي حاجه، وهتكون قاعد كده وتبتدي تجيب الفوطه او القماشه ديت وتحطها كده عند مشط رجليك، وتبتدي وانت فارد ركبتك كويس تقوم شادد كده، تقوم شادد كده مشط رجلك عليك. هتحس ان في استرتش هنا كده في السمانه، هو ده اللي احنا عايزينه. بتشد لحد ما تحس ان في استرتش يحتمل، انت قادر تستحمله. بتشد كده اهوت على قد ما تقدر، اهم حاجه ركبتك مفروده على الاخر، وتبتدي تشد كده. هتحس ان في استرتش في السمانه، تقعد فيه زي اي استرتش عادي جدا لمده 30 ثانيه، وبعد كده تريح تاني 15 ثانيه، وتكرره كمان مرتين، يعني 3 ادوار، كل دور فيه 30 ثانيه ما بينهم 15 ثانيه راحه. خلصت تالت تمرين معانا. نيجي رابع تمرين معانا وهو جلايدنج او تحريك للعصب. احنا العصب مزنوق عليه هنا، مضغوط عليه، فبنبتدي نحركه رايح جاي كده بحيث كأننا بنسلكه وبنقلل الضغط اللي عليه. وببساطة جدا هنبتدي ان احنا ننام كده اهو، ونبتدي ان احنا
نجيب الفوطه دي كده نحطها عند مشط رجلينا واحنا مش زقين، انا بس حاطط الفوطه بس كده مش زقاق، ورجليا متنيه لدرجه 90 كده، وببتدي اول حاجه ان انا بشد مشط رجلي عليا ورجليا متنيه اهو، وبشدها لبره، يعني بشد رجليا كده لبره كاني عايز اخد كعب رجلي عليا لبره كده وعليا اهو. هنعمله بالفوطه، باخد مشط رجلي عليا وبشده لبره كده وببتدي افرد رجليا واحده واحده. وانا بعمل كده هحس ان في شد وتنميل في رجليا في المكان اللي اصلا بيوجعني، بس دوت عادي جدا ومفيش فيه اي مشكله، لان انا اللي بحرك العصب، فطبيعي انا اللي عايز كده، انا اللي بسلكه، فطبيعي هتلاقي فيه ان هو بيشد وهتلاقي شويه تنميل شويه، بس عادي جدا. زي ما قلت لك اهو رجليا متنيه، بشد مشط رجلي عليا كده اهو بالفوطه على الاخر وبزقها لبره بحيث ان انا اخد مشط رجلي كله لبره كده، وابتدي افرد ركبتي واحده واحده. وصلت خلاص للاخر وفردت ركبتي، بقوم خلاص مريح الفوطه، مشط رجليا بيستريح، ما بقاش واخده عليا، لا بقى نازل اهوت، واقوم تاني اوصل للوضع دوت، بقوم عامل كده اهو تاني، واخد مشط رجلي عليا وشدد الفوطه لبره كده عشان خاطر اشد مشط رجلي لبره، واقوم فارد واحده واحده. خلصت وصلت هنا كده، بقوم سايب الفوطه بحيث ان مشط رجلي يستريح وما بقاش واخده عليا، واقوم تاني رجليا، وهكذا اهو. هكرر لك تاني، اول حاجه بكون تاني رجليا واخد رجليا كده وحاطط الفوطه كده، ببتدي اول حاجه ان انا اشد الفوطه عليا بحيث ان انا اخد مشط رجليا عليا، واشد الفوطه لبره بحيث انها تاخد مشط رجليا لبره، وابتدي بقى افرد ركبتي واحده واحده. وصلت لغايه هنا، بقوم خلاص بقى سايب مشط رجليا، سايب الفوطه ومنزل رجليا، وهكذا بعمل الحكايه دي 10 مرات، وبعد كده اريح واعملها 10 مرات. خلصت بقى التمرين دوت، اجي على التمرين اللي بعده، وهو ببساطه جدا ان انا ببتدي ازق رجليا لبره كده اهو، ببتدي ازق رجليا لبره كده، بس ببتدي ادي مقاومه عشان خاطر اصعب الموضوع، واوصل كده اعد عدتين واقوم راجع تاني، وادي مقاومه اقدر استحملها، مقاومه تقدر تخليني اعمل الحركه. المقاومه دي طبعا عشان خاطر اقوي عضله لازم اديها مقاومه يكون في ستريس عليها، فهو دوت اللي انا بعمله. باجي بايديا دي كده واقوم رافع كده اهو، رافع كده مشط رجليا، بس الفرق ان انا بس بدي مقاومه اهو، واعد عدتين 1 2 واريح، وبعد كده ارفع واعد عدتين 1 2 واريح، وبعد كده ارفع واعد عدتين واريح، وهكذا اعمل 10 عدات وبعد كده اريح، واكرره كمان مرتين، يعني 3 ادوار كل دور فيه 10 عدات. التمرين اللي بعد كده ببساطه جدا انك بتبتدي تجيب فوطه او قماشه او اي حاجه تحطها على الارض، وانت واقف كده بتبتدي تلم الفوطه دي بصوابع رجليك زي ما انت شايف كده، تفضل تلم فيها، وبعد كده تفضل تلم فيها وتفردها تاني وتلم فيها وتفردها، وتعمل الحكايه ديت لمده دقيقه، بتلم في الفوطه كده بصوابع رجليك لمده دقيقه. خلصت تقوم مريح كمان دقيقه، وبعد كده تقوم عاملها دقيقه كمان بتلم الفوطه بصوابع رجليك او القماشه او ايا كان، وبعد كده تريح وتعملها كمان مره، يعني 3 ادوار كل دور فيهم دقيقه من لم الفوطه بصوابع رجليك. دوت كده سادس تمرين معانا. اخر تمرين معانا او اخر حاجه معانا هو مش تمرين، وهو التلج. كمادات التلج مفيده جدا جدا ليك، فانت بتبتدي ان انت تجيب تلج وتحطه في فوطه او قماشه، ما تحطوش مباشره على الجلد، وتحطه عند المنطقه دي كده، وممكن كمان تجيبه عند مشط رجليك، بس الاساسي بتاعنا ان هو يكون عند المنطقه دي كده، وتحطه لمده 15 دقيقه بس مش اكتر، وتعمله خلال اليوم مرتين او 3، بس المره الاساسيه بتاعتنا اللي هي بتكون بعد التمارين. وبس كده، دي كده ببساطه جدا التمارين اللي ان شاء الله لما تمشي عليها. التمارين دي هتمشي عليها مره واحده بس في اليوم بالعدد اللي قلنا عليه، وتمشي عليها كل يوم ورا بعضه، ان شاء الله هتلاقي نتيجه كويسه جدا، وهتلاقي ان التنميل والكهرباء والوجع وكل المشاكل اللي انت بتعاني بيها ديت ان شاء الله راحت، وهتلاقيك بقى قادر تتحرك بصوره طبيعيه. وبس كده، وبكده يكون فيديو النهارده خلص، اللي بتمنى ان شاء الله ان هو يكون كان مفيد بالنسبه لك. طبعا لو عجبك الفيديو واستفدت بحاجه، ما تنساش تعمل لايك لانه بيساعد على نشر الفيديو، وهسيب لك لينك اكونت انستجرام بتاعنا، ادخل اعمل فولو عليه. وبس كده، بتمنى لك صحه كويسه، اشوفك المره الجايه ان شاء الله، مع السلامه.